بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قوي قوي، بحبكم في الله. هنعمل اكلة سمك حلوة قوي قوي، بجد تحفة. لا شوي ولا قلي لا ردة ولا زيت ولا اي حاجة من الحاجات دي جدا. نعمل صينية سمك طعمها في منتهى الروعة. لو عملتوها لضيوف هتعجبهم جدا، طعمها لذيذ قوي 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 وريحتها تحفة. لو شايفين الفيديو بتاعي يستاهل يا ريت تحطوا لايكات كتير، لو شايفين ان هو ما يستاهلش ما تحطوش اللايكات. يا ريت تبعتولي كومنت حلو قوي يشجعني للمزيد. هنبدأ ونسمي ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. معايا سمك مكاريل، انا كنت هجيبه مكاريل كله، قلت اجيب من ده ومن ده علشان نشوف بس ايه هنفتحه ازاي واوريكم الطريقة. سهلة جدا جدا. اللي حابب ان هو يجيب بولتي ممكن يجيب بولتي، اللي حابب يجيب مكاريل او بوري او اي نوع سمك هو حبه، مكاريل، سردين، بوري، بولتي، اي نوع سمك ان هو حابب ان هو يجيبه ويفضله في اكله وبيحبه يجيبه يعمله بالطريقة دي. بجد بجد في منتهى الروعة، هتعجبكم بجد. طعمها حلو قوي. هننضف السمك حلو قوي من اي زعانف فيه بالمقص بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. اهم حاجة ان انا انضفه من اي زعانف فيه حلو قوي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وعندي سكينة تكون حامية علشان تظبط لي السمكة وانا بفتحها. اهم حاجة ان هي تكون حامية معايا. وهاجي كده من جنب سلسلة الظهر، هفتحها كده من النص طوالي كده من عند الدماغ من فوق بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. واحاول ان انا اسيس السمكة كده ان هي تتقطع معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. لو لقيت ان العضماية اللي في النص ظهر منها حتة ممكن اكسرها واشيلها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وهشيل بطنها بقى وانضفها حلوة قوي. هيبقى عندنا فرشة اسنان مخصصة للسمك علشان تنضف لنا السمك حلو قوي وتحوش اي حاجة راعية في قلب بطن السمكية بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هنجيب البلطي انا نضفته من اي زوايد فيه، الزعانف بتاعته والريش اللي على ظهره نضفته حلو قوي وبفتحه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. ما شاء الله السمكة كبيرة ومش عارفة اتحكم فيها حلو. اهم حاجة السكينة تكون حامية وتجيبيها كلها من فوق كده بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. انا فتحت الصغيرة ودي الكبيرة، ممكن تجيبي نوع واحد هيبقى سهل معاكي، بس انا قلت اجيبه النوعين علشان تشوفوا بس طريقة الفتح وازاي الاتنين بيبقى طعمهم حلو. او اي نوع انت تفضليه هيبقى طعمه حلو قوي بالخلطة اللي احنا هنعملها مع بعض. يا ريت تكملي الفيديو معايا للاخر علشان في حاجات حلوة بجد هتفيدك. زي ما انتوا شايفين كده هحاول انضف قلبها حلو قوي وبفرشة الاسنان، وهدعك بطنها حلو قوي. لو فيها اي حاجة مش نظيفة هنضفها تحت المية وهنقعها بليمون زي ما انتوا شايفين كده. معايا على النار ربع كوباية زيت في حلة، وانزل ببصلاية وسط احمرها تحميرة حلو بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وغسل الرز بتاعي هنزله على البصلة واشدله تشويحة حلوة كده، وهنزل بالمية بتاعتي والملح وشوية كمون. ده رز الصيادية بتاعي او الرز بالبصل بتاع السمك بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. بيبقى طعمه حلو قوي. لو عايزين تعملوا بقى مسبك اللي هو بالطماطم والحاجات ديت ممكن تعملوه. معايا معلقة توم حلوة، ركزوا في التوابل اللي انا هعملها بجد والله مخليه طعم السمك حلو قوي. معايا معلقة توم، معلقة مستردة، معلقة صويا صوص من بتاعة الشوي، هعصر عصرة ليمونة. هقلب الحاجات دي كلها مع بعض حلو قوي. معايا ملح، نص معلقة شطة للي حابب، مش حابب ممكن تحطي فلفل حلو. معايا كركم معلقة وفلفل اسمر وبهارات السمك. هقلب ده كله مع بعض. ومعايا صينية فرن زي ما انتوا شايفين كده، هي ما نفعتش معايا لان السمك ما شاء الله كتير. هنزل اغلفها بفويل وهنزل عليها بورقة زبدة بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. معايا بصل مقطعاه جوليان، ومعايا فلفل برضو مقطعاه جوليان. هقلب ده كله على بعضه وعليه شوية ملح وشوية فلفل اسمر وهقلبه ببعضه كده حلو. وهفرش الصينية بتاعتي بيه في الارضية.
معايا السمك بتاعي، انا عصر عليه ليمون بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هجيب التتبيله بتاعتي بفرشه وهدهن السمك بتاعي كله واغلفه بالخلطه اللي انا عاملاها. بجد هتخلي ريحه السمك روعه وطعمه تحفه بجد. جربوا الوصفه ديت وصدقوني هتدعولي. ربنا يحسن ما بين ايديكم وتعملوا الافضل والاحسن. لايك وشير معايا يا جماعه. لقيت الصينيه مش هتكفي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. جبت ليمون شرايح وحطيته على السمك. جبت صينيه اكبر وحطيت رصيت السمك بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت وحطيته في الفرن. وطلع بالجمال والحلاوه ديت. ما هوش ناشف، طعمه بجد في منتهى الروعه. ربنا يحسن ما بين ايديكم وتفضلوا عندنا بألف هنا يا رب. للي له نصيب وكال منه بألف هنا. ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا وتعملوا الافضل والاحسن. زي ما انتوا شايفين كده بجد والله في منتهى الروعه. وريحته بجد كانت قلبة الدنيا كلها. الخلطه اللي انا عملتها على السمك عطيه ريحه حلوه قوي وطعم جميل جدا. ان شاء الله يعجبكم وينور رضاكم. لايك معايا يا جماعه عشان الفيديو بتاعي يوصل لاكبر عدد ممكن. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.